المؤتمر هو ماهوش تقدم سريع، هو تقدم كان مدروس، خدم لنا فترة طويلة جدا من بداية العمليات العسكرية. كانت في مرة على عدة مراحل بنقل المعركة من منطقة إلى أخرى، بجر مجموعات فجر ليبيا إلى معارك استنزاف لهم في المقدرات المادية والبشرية، إلى أن تم استكمال بعض التجهيزات لاستعادة مناطق العزيزية ومنطقة السعدية وعلى مشارف الظاهرة والناصرية والعامرية لرجوع أهالي ورشفان لمناطقهم. فكانت الأمر أخذ منا وقت كبير جدا. هل الدين الإسلامي أعطى للناس تخريب بيوتها؟ أعطى للناس تهجيرها؟ يعني قتل الشيوخ والأطفال والنساء ويهجروا حقيقة، وأعمال بذيئة يقوم بها هؤلاء الناس، هؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون. في هذا ميدان الشهداء بعد المسجد اللي يعتبر لنصف فيها الإيطاليون المشنقة للمجاهدين في هذه المنطقة. هذه الطريق المؤدية من هنا على اليمين إلى الحي إلى منطقة قرية عمر المختار وسندخلها، ثم إلى الجبل اللي هو قمة الجبل اللي تسمى به اسم مدينة العزيزية قديما اللي هي الكدوة. نحن الآن في منطقة العزيزية الكبرى لتأمين هذه المنطقة من العصابات الإجرامية، وتم تطهير هذه المنطقة من قبل الجيش الليبي والقوة المساندة للجيش الليبي. ونحن الآن في منطقة العزيزية الكبرى، والآن نحن نتمشى قليلا حتى تنظروا ماذا فعل الجرذان العصابات الإجرامية بهذه الشعبية من تدمير وسرق المساكن من الشعب. هذه العمارات الآن مهجرين أغلب سكانها، بعضهم كان متواجد في هذه الشقق، ولما بدأ ضرب الطيران هاجروا وتركوها، لأن كان فيه رماية عليهم، كان فيه ضرب بالطيران، ضرب المدفعية، ضرب عشوائي على السكان المواطنين البسطاء المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة. ضربوهم. تحدثتم سيادة العميد عن طائرات ربما استخدام أيادي أجنبية في الموضوع. أتوقع هذا، لأن الطيران اللي كان يقصف فينا ليس بالطيران لفقر ليبيا، ولكنه طيران مستعار من دول أجنبية.
لأن الطيران حتى من شكله ومن دقته فهو طيران أجنبي ومؤجر وموجه لضرب الجيش الليبي. نكمل جولتنا إذن داخل الأحياء السكنية في منطقة العزيزية. هذه مدينة العزيزية من تبة الكدوة من أعلى الجبل، وتلاحظون أمامك المنطقة جنوب العزيزية. هذه طريق غريان أمامكم، ممكن المصور يطلع لطريق غريان جنوبا. هذه طريق غريان والجبل البعيد اللي هي منطقة غريان. تكبير، الله اكبر يا اولاد، الله اكبر، منصورين باذن الله، الله اكبر ولله الحمد. احنا موجودين الان في منطقه العامريه، بمنطقه اولاد جابر، بمنطقه بوسيفي، متجهين ان شاء الله الى مدينه الفافيه والعامريه باذن الله لتحريرها من ميليشيات وفجر ليبيا الارهابيه التي قامت بتهجير اهالينا وناسنا. ونحب نطمن اهالينا في كل مناطق وكل ربوع ليبيا الحبيبه بانهم امنين بقدوم الجيش والقوه المسانده له، وباذن الله لمنتصرون. والله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. منصورين ان شاء الله باذن الله، باذن الله، باذن الله منصورين. الله اكبر باذن الله منتصرين، وان شاء الله بننصر نصر. الجيش الليبي الان في مشارف العامريه، وان شاء الله بالنصر نصر باذن الله يا رب. طرابلس بلاد تحرير وطرابلس محرره ان شاء الله. والله اكبر على الجميع. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء الرجال البواسل لواء ورشفانة المقاتل المنطوية تحت الجيش الليبي رئاسة الأركان، تمكنا بفضل الله سبحانه وتعالى من تحرير عدة مناطق ودحر ميليشيات ما يسمى بفجر ليبيا. والحمد لله رغم الفارق في الإمكانيات، العدو يمتلك ترسانة عسكرية قوية جدا، ولكن بعزيمة هؤلاء الرجال تمكنا من وتحرير عدة مناطق من ورشفانة، العامرية، أولاد عطية، أولاد صالح، ونحن الآن متجهين بإذن الله سبحانه وتعالى نحو عدة مناطق أخرى، الرفافية، أولاد عيسى، غوث بوساق، وبإذن الله سبحانه وتعالى سننتصر على هؤلاء الأوباش الذين يتموا الأطفال، رملوا النساء، هجروا مدن وقرى بأكملها، وهجروا مدن بأكملها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى انتصرنا عليهم. ونحن ودائما الحق ينتصر على الباطل وبفضل الله سبحانه وتعالى. ونشكر، وفي النهاية أشكر قناة الشروق الجزائرية التي معنا في جبهات القتال، ونوجه لكم التحية. حدود 10 كيلومتر. هذه المنطقة أمامكم اللي فيها الجبل هناك، هذه منطقة السبيعة خارج ورشفانة على اليمين.
الآن سوف نمشي مع قوات الجيش إلى الخطوط الأمامية التي تدور فيها أكبر المعارك، معارك الحسم كما تسمى، لدخول الجيش إلى العاصمة طرابلس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ضربتين وخلاص ما شيء رصاص ولا زيد هيك خليك بعيد على الساتر ما تدورش. منصورين بإذن الله. إذا كما ترون نحن في الساتر الأمامي، الجيش الآن يحاول الدخول إلى العاصمة طرابلس وبسط سيطرته عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بإذن الله تتحرر العاصمة جميع المناطق اللي تحت سيطرة الفجر ومنصورين بإذن الله. الله أكبر. وقف كاد الهواية ولن يتوقف الجيش لن يتوقف الجيش إلا تطهير ليبيا بالكامل. الله أكبر الله أكبر. منصورين منصورين. إن شاء الله بإذن الله راجعين لطرابنا بإذن الله، وإحنا لا عدونا لا جهة الشرقية لا جهة الغربية لا شيء، إحنا عدونا إسلام التكفير يا تريس بإذن الله جايين وهبوا يا تريس ليبيا. نور يا أخوي. وين وليد؟ عبد السلام صوان وين؟ وين؟ ماما محمود يا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. منتصرين وإحنا الآن في منطقة الزهرة وخاشين اللي ورشفانا بعون الله بقوة خاشينها ورشفانا بدون انتفاع. الله أكبر. بدون سفك دماء. نتمنى من خوتنا اللي قدامنا ان اللي هذا يرجع لحوشه واللي هذا يشد مكانه، وما نبوش ننتقموا من حد وما نبوش ندمروا وما نبوش نحرقوا. نبوا اللي بين كل خوت وكل انتمائنا واحد. ان شاء الله ربي يهدي نفوس يا رب ويحفظ دماء المسلمين. شوية بس حاش ديرك خلاص خلوه هو خمس خلوه يلا الله أكبر أرض البقدم
الله